هذا الأهلي أخضر اللون 43 مباراة بدون أي خسارة. شفت من الأخير أنا ماني الأهلاوي أنا. وش؟ أنا نصراوي. لو خسر اليوم الأهلي إيش بتسوي؟ ما عادي ما نسوي شيء، ما حنسوي شيء. بإذن الله يدك من 44 اليوم. ما ندري إن شاء الله. أرجع مكة زعلان والله غيابات يعني. واو. بإذن الله أنا أهلاوية. وش فيك قام تصارخ منافسنا الهلال. تعرف أنت لازم في كل حساسية. إن شاء الله ما أخسر. أنا واثق بفريقي. ما راح نخسر، الأهلي قدها إن شاء الله. أنا أقول ما يخسرون. ما يخسرون إن شاء الله. لسه حب الأهلي بيمشي في دمي لآخر يوم في حياتي، مهما صار أنا مع الأهلي. عبر الزمان سنمضي معا. لو بس ما حنخسر. هذا الملك يا تعبان. ما نخسر إن شاء الله. لو خسرت اليوم أرجع وآخذ الدوري. لو من عمل الشيطان صدقني راح تكتب عليه. حب كيان من وأنا صغير أمي كانت تعطيني إياه ورضاعة وأشرب حب الأهلي هذا. جبت العيد ترى. أدري. داري. هذا الأهلي أخضر اللون. حياكم الله يا احلى واروع جمهور لبرنامج طقطقه، مستمرين معاكم في حلقه 310 من كلاسيكو الهلال والاهلي. تعالوا نبدا الحلقه. ايش مشكلتكم مع المركز الاول؟ بس دائما في الثاني. ان شاء الله ناخذ المركز الاول. متى؟ اليوم. عاد مشكلة قديمة بس بإذن الله الصدارة اليوم ناخذ. ليش؟ فلوس ما نعرف ندفع. والله ما ادري ايش اقول لك، حظ وتحكيم يا أخي في شيء غلط. صدقني متى ما راح الظلم التحكيمي بالذات راح الاهلي ياخذ دوري. المركز الاول ان شاء الله السنه ذي. في شيء غلط سبحان الله، ما تدري كل ما تكمل يجيك شيء سبحان الله غلط، بس ان شاء الله السنه دي حناخذها. السنين اللي فاتت تقول كذا، لكن الجاي ان شاء الله باذن الله في خير ان شاء الله. في لجنه ضد الاهلي يوصل الاول ينزلونه. الو حسام، الو هذا ايش فيه جواله مقفل ذا؟ إيه. بدري هذا حبيبي. فيك؟ ما كان عندي شغل. طيب خلي هذه عندك شريحه اس تي سي عشان لما اتصل عليك ما الاقي جوالك مقفل، ترى تغطيتها في كل مكان. سالم الدوسري حس ولا لسه ما حس؟ لا والله ما حس. اي والله ما حس، ما ادري متى يحس. لا ما حس. باقي يحتاج يمكن ممكن. ما أدري والله وش يحتاج. كل اللي عنده موجود. تفلسف زياده تفلسف. لا والله ما احترم الشعار صراحه، نقول الحق. يمكن ممكن. لا باقي والله. اي والله ما حس، والله انا يرفع الضغط يا اخي، مشكور على طول. يمكن ممكن. والله ما اعرف سالم الدوسري هذا. لا حس يا سالم. لا ما حس. ما حس ولا بيحس بعد، هو عزوز كله. سالم يا سالم كله يترك الشغل هذا. مستوى بالملعب زي الزفت، والله ما يؤدي بالملعب، ما ادري ايش يبون فيها الهلال. ان شاء الله انه يحس ويقدم مستوى افضل من الاول ان شاء الله باذن واحد احد. حش مين يا ابني؟ ايش رايك في احمد عيد؟ رئيس الاتحاد السعودي؟ ما نعرف ولا يعرفنا خلاص. والله مزعلنا، لكن احنا الرد دائما يكون في الميدان. الرد حيكون في الملعب، وهذا رساله لاحمد عيد وللاتحاد السعودي. والله ظالمنا أحمد عيد بصراحة. أنت شايف لجان التحكيم والسومة وكمارة توقف مباراة والسومة توقف مباراتين. قلب على ماضيه. هو يقول ما في شيء وهو صاير البلاوي، بس عاد يلا شكوى الله. لا تعليق. قاعد يجامل على حساب ثانيين، يعني جامل انديه النادي اللي هو الاهلي، بس قاعد يجامل ما سوى شيء للكره السعوديه ابدا. هو اهلاوي وقلب على اهلاوي، يعني ما ادري ايش وضعه. اسمه إن شاء الله يمسح من رئاسة النادي خلاص. ويقول لك بدونها موقفنا لها، هذا لها وبيزيد.
انت طفشتنا. كلمة الجمهور الاهلي. ايش تبغانا اقول لهم؟ مين اللي تبغاه بمناسبة الفوز؟ الف مبروك الفوز، جدة كذا اهلي وبحر طبعا. ايش تقول لجماهير الاهلي اللي حضرت؟ اول شيء نشكرهم على وقفتهم معنا. نقول لهم فريقكم فريق بطل، لازم توقفون معه. فريقكم ما عنده اعلام ينفخ فيه، انتم تنفخون، انتم فريقكم فريق بطل. ياسر المسلم ايش قال لك هو مار؟ هو قال لي ايوه، هو قال لي انه ما بيمرحش الا يصقع خشم في خشم. الله يعافيك، شكرا. كابتن كلمة الجمهور الاهلي. الف مبروك يا ملوك. بس ايش تهدي لهم اغنية؟ انا اهدي لهم اغنيه تغلب وصعد. تغلب وصعد